الفقر حاجة محدش بيختار يتولد بيها، وفي عوامل كتير ممكن تخلي الإنسان فقير زي الحروب والنزاعات والأزمات الاقتصادية. ولكن المشكلة الحقيقية أحيانا لما الفقر يقترن بالجهل، لأن الجهل ممكن يخلي الفقر يتوارث من جيل لجيل. الطفل بدل ما يعيش طفولته بيلاقي نفسه مضطر يشتغل عشان يساعد أسرته. أول حاجة بيعملها هي تحمل مسؤولية أكبر من سنه، وفي السلسلة دي الضحية ممكن تتحول لضحية جديدة من غير ما تدرك إنها بتكرر نفس الدايرة. كتير مننا بنشوف أطفال في سن صغير بيشتغلوا، لكن هل سألت نفسك إيه اللي حصل ووصل الطفل ده لكده؟ يعني مثلا فين أهله ازاي عايشين وليه هو بيشتغل اساسا؟ لو سالت نفسك الاسئله دي فانت غالبا بدات تشوف الموضوع بشكل مختلف، وانا هنا بدوري جاي علشان اجاوب لك على السؤال ده. احنا حاليا في لبنان، تحديدا بيروت، سنه 2015. بنلاقي ان دكتور بيكشف على طفل ويساله سنك كام، ولكن المفاجاه ان الطفل نفسه ما بيكونش عارف عمره بالرغم ان هو كبير كفايه، ولكن الدكتور بشكل تقديري بيعرف ان هو عنده 12 سنه. وفي نفس الوقت بيجي الكادر على سيده اثيوبيه موجوده في لبنان ولكن بدون اوراق رسميه، يعني داخله التهريب، والاثنين يروحوا لقاعه المحكمه ويبدا القاضي بسؤال ويسال زين عن عمره، فزين ما بيكونش عارف، ولكن المحاميه بتوضح ان مفيش وثيقه رسميه تثبت عمر زين، لكن الفحص الطبي اكد ان هو عنده 12 سنه تقريبا. فالقاضي يسال اهل زين انتوا تعرفوا سبب وجوده هنا؟ فالام تقول ان هي عارفه ان هو بيقضي فتره عقوبته في السجن، ويسال القاضي زين ايه سبب وجوده هنا في السجن، وزين يعترف ان هو اعتدى على شخص بسكين. لكن الاهم من الجريمه نفسها هو السبب اللي خلى زين يوصل للمرحله دي، لان زين كان عنده طلب غريب جدا من المحكمه ان هو عايز يقاضي اهله، ولما القاضي يساله ليه يرد بكل بساطه ان هم عشان خلفوني. وعلشان نفهم السبب محتاجين نرجع لورا بالاحداث. زين بيكون ماشي في الشارع ويروح للصيدليه ويشتري ادويه بوصفه طبيه، ولما الدكتور يساله ليه اهلك ما جوش هم اللي يشتروا الادويه دي، مره يقول ان امه عامله عمليه في بطنها، ومره تانية يقول ان ابوه مشلول. وبعد ما زين بياخد الادويه بيرجع البيت وامه بتاخدها تطحنها وتخلطها مع الميه وبتنقع فيها اللبس وبتسيبه ينشف. بعدها بتاخد الام زين والطفل الصغير واللبس وتركب الباص عشان تروح تزور اهلها في السجن، ونلاقيها بتشرب سجاير وهي راكبه الباص عادي بدون ادنى مسؤوليه، وده يدل على مدى اهمال الام. تاني يوم زين بيكون بيشتغل وبتعدي قدامه عربيه فيها اطفال راجعين من المدرسه، والاطفال بيفضلوا يبصوا له نظره مش احسن حاجه، حتى المسؤول عن الاطفال في الباص وهي بتركب الباص بتبص له برضه بنظره مش احسن حاجه. والحقيقه ان المشهد ده عظيم لان حتى الفقير بيبص للافقر منه بنظره دونيه. دليل على ده ان الناس اللي في العربيه بيدرسوا متعلمين، الا ده ما اثرش فيهم خالص، بالعكس خلاهم يحسوا ان هم اعلى من حد في نفس طبقتهم عايش في نفس الحاره بتاعتهم لمجرد ان هم بيتعلموا وهو لا، ولكن هم ما بصوش ان هم عايشين في نفس الحي وفي نفس الفقر. وغير العربيه المتبهدله اللي بتدل على التعليم المتهالك. وبعد ما يخلص زين الشغل بياخد طلبات للبيت، وصاحب المحل بيديله اندومي وشوكولاته لاخته الصغيره، ولكن زين وهو ماشي في الطريق بيرمي الحاجات دي بغل في الزباله، ولما بيرجع البيت بيلاقي ان البيت غرقان بسبب ان بيت الجيران بينزل عليهم ميه، وبيئه البيت بتكون مش مريحه بسبب ان هم 6 اطفال والمكان اللي بيناموا فيه صغير جدا لدرجه ان الحياه اليوميه بالنسبه لهم اصبحت معركه. وفي مشهد مهم جدا بنشوف طفل صغير مربوط رجله علشان ما يتحركش، وركز في التفصيله دي لان هنرجع لها تاني في الاحداث قدام. زين بيفك الطفل وبيحاول يهديه، وهنا بتبدا تظهر شخصيه زين الحقيقيه، ان هو طفل بيتصرف كمسؤول عن البيت كله، بيشتغل وبيهتم باخواته، ولكن كل ده وهو لسه صغير. تاني يوم زين بيصحى بيلاقي اثار على السرير جنبه، فبيستغرب وبعد كده بيعدي اليوم وينزل يشتغل، ووقت الشغل بيشوف نفس الاثار دي على هدوم اخته، فبياخدها علشان يغسل لها هدومها. والتفصيله دي على قد ما هي بتبان جريئه ولكن بتبين نضج زين وقدرته على التعامل بالرغم من صغر سنه، وانه بيخاف على اخواته وهو اللي شايل مسؤوليته. بعد كده بيرجعوا المحل وهو يسرق فوط صحيه لاخته، بعدها يقول لصاحب المحل ان هم هيمشوا، فصاحب المحل يقول لهم خليكوا، ولكن زين بياخد اخته ويمشوا. وبالليل وهم قاعدين بياكلوا بنلاقيهم ان هم مولعين شمع علشان ما عندهمش حتى كهرباء، وزين بيطلب من ابوه ان هو يروح المركز عشان يتعلم، ولكن ابوه يرفض ويقول له خليك قاعد بتشتغل احسن لك، والام تتدخل وتقول له ما تسيبه يدرس له كلمتين. وهنا انا اعتقد ان انت فاكر ان الام همها على الابن، صح؟ غلط. هي عاوزه ابنها يروح المركز علشان ياخد المعاناه اللي بيقدموها للعائلات الفقيره. فيرد الاب طب وانت هتقولي الاسعد ايه؟ فيرد زين على ابوه يقول له انا هقول له هروح الصبح المركز وبعد الظهر هروح اشتغل عنده بالليل. فتكمل الام ان هي بتشوف ابن جارتهم جاي شايل ومحمل، وتقول للاب ما تسيبه يروح، فالاب يسكت ويقول لها اسكتي انت، هو الشغل وبس عشان اسعد ما يزعلش. فتقول له الام لا مش هيزعل، انا اضمن لك ان هو لما يجي من المركز هنشغله زياده. شايفك يا اللي قلت ان الام همها على الابن اول لما قالت سيبه يدرس، شايفك واحد واحد. تاني يوم زين بيكون قاعد قدام المحل وبيجي له صاحب المحل يقول له مالك، فزين يقول له ما فيش، فراح صاحب المحل قايل له خلاص خد الطلبات دي وروح وصلها على اول الشارع. وبعد ما يخلص زين الشغل طول اليوم يرجع البيت يلاقي فرختين، فيسال اخته مين اللي جابهم، فتقول له ان اسعد عندنا. ولما بيخش بيكتشف ان اسعد قاعد جنب اخت زين، فلما بيلاقي زين كده بيخش يقول لامه هو في ايه اللي بيحصل، فامه تقول له مفيش حاجه، مفيش اي حاجه من اللي انت بتفكر فيها دي. ولكن زين بيحس ان في حاجه مش طبيعيه. تاني يوم يروح مجمع لبس ليه ولبس لاخته وياخد اكل من المحل ويسيبهم على الطريق، ويتفق مع سواق ان هو هيوديهم مكان مقابل 1000 ليره. ولما بيرجع البيت بيلاقي ابوه
ابوه بياخد سحر علشان يوديها البيت اسعد. فلما زين بيلاقي كده يروح سايب البيت ويمشي، وفي الطريق بيقابل راجل كبير في السن فيساله عن المكان اللي رايح له. فزين يقول له ان هو رايح عند جدته، والراجل يرد عليه بجمله بسيطه يقول له انت محظوظ، عندك حد تروح له، بس احنا خلاص ما عندناش. ولكن زين لما بيوصل بيبدا يدور على شغل، وده دليل على ان هو كذب على الراجل وما كانش رايح لست ولا حاجه. وكل مره كان بيتقابل بالرفض لحد لما قابل راجل كان بيديله فلوس، ولكن زين رفض وسال الراجل هل انت محتاج حد يشتغل معاك؟ فالراجل يقول له لا. بعدها يروح ملاهي ويقابل هناك الست الاثيوبيه اللي اسمها رحيل اللي شفناها في اول الفيلم، ويسالها فين صاحب المطعم، فهي تساله انت محتاجه ليه؟ فهو يقول لها انا بدور على شغل. فهي تقدم له اكل وشاي وتقول له للاسف انت مش هتقدر تشتغل هنا. وبعد ما زين بيخلص الاكل والشاي بيبدا رحله البحث عن شغل من تاني، وبيروح لمطعم وبيكون عايز يشتري عصير، ولكن هو بيكون معاه 250 ليره بس، والعصير كان ب 1000 ليره. فيسال الراجل طب انتوا مش محتاجين حد يشتغل؟ فالراجل يقول له لا. واحد من اللي واقفين يشتري له سندوتش ويديهوله، ولكن زين بيرفض ان هو ياخده. وهنا دليل على ان زين مش عايز شفقه، هو عايز شغل. ودي من اكتر الصفات اللي بتخلي شخصيه زين مؤثره رغم كل الظروف اللي بيمر بيها، ولكن هو لسه عنده كرامه وعزه نفس. بعدها بيروح زين يقابل رحيل ويطلب منها ان هو يقعد عندها، وهي بتوافق مقابل ان هو ياخد باله من ابنها وقت لما تكون هي بتشتغل. والفتره الامور بتكون طبيعيه جدا، ولكن فجاه رحيل تختفي وزين يلاقي نفسه قاعد مع طفل صغير. ولكن بالرغم من صغر سن زين الا ان هو قام بالدور ده وخد باله من الطفل، وبدا يوفر له اللبن والاكل لحد لما في مره خد له خشبي وعمل زي عربيه كده للطفل علشان يسهل عليه التنقل بيه. بعدها ياخده ويروح يدور على رحيل. فبيروح السوق وبعد كده بيقابله شخص هناك، والشخص ده ببساطه نصاب، هو السبب ان رحيل يتقبض عليها لانه عمل لها اوراق مضروبه باسم واحده ميته فاتقبض عليها. ويفضل زين يهتم بالطفل لحد لما يبدا يجيب ادويه من الصيدليه ويطحنها ويبيعها عشان الفلوس، ويحوش الفلوس دي في حديد السرير. وبيجي يوم ويروح السوق يكون مع انبوبه حديد فيبيعها للشخص ده مقابل 20000، ولكن الراجل ده بيديله 30000 ويساله عن رحيل. فزين يكذب ويقول له ان هي رجعت من زمان. والراجل يقول لزين انا عرضت على امه ان الطفل ممكن يعيش مع اسره تانية عشان يوفروا له حياه افضل ويعيش احسن عيشه ويلبس احسن لبس وياكل احسن اكل، لكن زين ما بيهتمش بكلامه وبيسيبه ويمشي. ولما بيرجع زين البيت بيتصدم ان بيلاقي حاجته كلها بره والبيت مقفول بقفل، وبيحاول يكسر القفل لكن في ست بتيجي بتسمع الصوت وبتساله انت بتعمل ايه؟ فيقول لها مين اللي قفل الباب ورمالي حاجتي بره؟ فهي تقول له دي كل حاجتك والباقي موجود عند صاحب البيت. فهو يقول لها طز في صاحب البيت وياخد طوبه ويبدا يكسر في القفل، ولكن ما بيعرفش يكسر القفل فبيضطر يمشي من المكان. وبيروح يقعد في مكان هو وابن رحيل، وبعد تفكير عميق يقرر ان هو خلاص هيسيبه. ولكن لما بيسيبه ويمشي ابن رحيل بيقوم ويفضل يمشي وهو يزعله ويقول له ارجع. فبيضطر ان هو يربط له رجله زي مامه كانت بتعمل مع اخوه الصغير، وخلاص بيكون هيجي يمشي ولكن بيجي له تأنيب ضمير فيروح واخده وراجع لنفس الشخص ده تاني. وبيتفق معاه على حاجه مهمه جدا، وهي ان زين هيجيب للراجل ده اوراق تثبت هويته، والراجل ده يساعده ان هو يخرج بره لبنان. ومن ضمن الاتفاق كان ابن رحيل، وان الراجل ده هيوديه لعيله توفر له حياه افضل. وفعلا زين يرجع البيت وبتشوف امه وتساله هو كان فين، ولكنه ما بيردش على اي حاجه غير ان هو عايز شهاده ميلاده. فيصحى ابوه من النوم ويتنرفز ويجيب له الورق اللي عنده، واللي بيكون عباره عن اوراق ديون واخلاء للبيت ورقه مستشفى. ولما بيسمع زين ورقه المستشفى بيقعد يسالهم واحد واحد مين دخل المستشفى، ومحدش بيرد عليه لحد لما يروح لابوه وابوه يقول له ان خلاص سحر ماتت. وهنا زين خلاص ينفجر وياخد السكينه وينزل عشان يواجه اسعد. وفي اللحظه دي بيحصل الاعتداء، وبعدها زين يدخل السجن. ونرجع للمحكمه تاني، والقاضي بيسال اسعد سحر كان عندها كام سنه لما اتجوزتها. فلما يرد اسعد القاضي يقول له هو انت عبيط؟ انت تعرف يعني ايه البنت تكون صالحه للجواز اصلا؟ فيرد اسعد باعبث كلام انت ممكن تسمعه في الدنيا دي كلها، يقول له طالما هي بلغت خلاص، حتى احنا عندنا في الحاره البنات بيتجوزوا في نفس السن ده عادي. ويكمل ويقول حتى حماتي اتجوزت وهي صغيره وزي ما انت شايف عايشه وزي الفل اهي. بعدها يساله القاضي بعد قد ايه من زواجكم حملت سحر؟ فيرد اسعد ان هي بعد 3 شهور، ولكن في الاول كانت عادي، بعد كده بدات تتعب ويجي لها نزيف حاد ورحنا بيها للمستشفى ولكن ما رضيش يدخلوها. فالمحاميه تبص لام زين وتسالها تقدري تقولي لي ليه ما عرفتوش تدخلوها المستشفى؟ فام زين ترد عليها وتقول لها لان هي ما عندهاش ورق، وانت كمان جايباني هنا عشان تحرجيني؟ انت عمرك ما عشتي اللي انا عشته، وعمرك في حياتك ما هتعيشيه، ولو عشتيه كنت شنقتي نفسك. انا مستعد اعمل 100 جريمه علشان بس ولادي دول زهره حياتي، وانا اللي هتحاسب عليهم محدش تاني هيحاسبني. ونرجع تاني فلاش باك ونلاقيهم وهم واخدين زين رحيل بتشوفه وبتقعد تصرخ وتساله على ابنها. فراح جمعينهم هما الاثنين في اوضه، والظابط يسال زين عن مكان ابن رحيل. فزين يوصف الراجل اللي خده منه ويقول ان كان عنده عينه الشمال زرقاء وعينه اليمين بنيه. وفي يوم تجي له امه تزوره وتقول له ان هي حامل، ولكنه ما بيردش عليها وبيتضايق ويسيبها ويمشي. وفي نفس اليوم بالليل زين يتصل بمذيع ويقول له انا عايز احكي قصتي، ويقول للمذيع ان هو عايز الناس كلها تسمعه. فيساله المذيع عايز تقول ايه؟ فيقول له انا عايز اقول للكبار لو مش هيعرفوا يربوا ولادهم ما يخلفوش احسن، ويتكلم عن كل حاجه اتعرض لها من اهمال وحرمان من التعليم، ويقول له ان هو مش عايز الموضوع يتكرر مع طفل تاني. ونرجع تاني للمحكمه وزين يقول للقاضي ان اخوه اللي لسه هيتولد هيطلع زيه. فالقاضي يسال زين طب انت عايز ايه؟ فزين يقول له انا مش عايز اتخلف تاني. وبعدها يحصل 3 حاجات مهمه، بيتقبض على الشخص المسؤول عن تهريب الاولاد
الاوراق ويلاقي الطفل بتاع رحيل، ورحيل تخرج من السجن وتقابل ابنها وتحضنه، وبعدها زين يخرج ويتصور اخر صوره ليه، وبيجي شخص يكون داخل زي ارشيف كده ويحط دفتر مكتوب عليه تاريخ 15/11/2015، وتكون دي اسم القضيه اللي رفعها زين على اهله، وبيخلص الفيلم على كده. بالنسبه لي الفيلم ده واحد من احسن الافلام الناطقه بالعربيه اللي اتكلمت عن الفقر والطفوله، ده غير اسم الفيلم نفسه كفر نحوم اللي معناه في الادب الفرنسي الخراب والزحام الفوضوي، وان الفيلم كمان بيحكي عن واقع حوالينا في كل حته، اطفال بنشوفهم في الشوارع بيبيعوا مناديل وبيمسحوا عربيات او بيطلبوا المساعده، ولكن السؤال الحقيقي ليه الطفل ده اصلا في الشارع؟ واللي الفيلم فعلا جاوبه بشكل مميز على السؤال ده. يعني مثلا الفيلم فرق بوضوح بين القدره البيولوجيه على الخلفه وبين القدره الاخلاقيه والانسانيه على انك تكون اب او ام. يعني مثلا أهل زين بيخلفوا أطفال كتير كأنهم مجرد أرقام أو عمالة يرخصوا بيها مصاريف البيت، وصل بيهم الحال على إنهم جوزوا أخته، وفي الآخر الفيلم باين لك إن الخلفة مش حق مطلق لأي حد، دي مسؤولية ضخمة، ولو انت مش قدها يبقى انت بتمارس فعل اناني. والفيلم برضه طرح فكره العقاب والردع، يعني زين قرر ان هو يرفع قضيه على ابوه وامه والتهمه ان هم جابوا له الدنيا، والحركه دي فلسفيه جدا جوه الفيلم لان زين مش عايز فلوس ولا تعويض، هو عايز بس القاضي انه يمنع اهله ان هم يخلفوا تاني، لان هو شايف ان اهله ارتكبوا جريمه حقيقيه لما رموه في عالم قاسي بدون ما يحموه. وبرضه الفيلم وضح الصراع بين ضحيتين، بمعنى ان الفيلم ما حطش الاهل في دور الشر المطلق، بل كمان حطهم ان هم في بيئه فقر وجهل ونظام مجتمعي طاحن ادى ان هم يوصل بيهم الحل كده لحد لما الضحيه اللي هم الاهل يظلموا ضحيه تانية اضعف منهم وهي الاطفال. ونيجي نحلل كل شخصيه ونبدا بشخصيه الام من اكتر الشخصيات المعقده. في البدايه ممكن تتعاطف معاها وتقول ان هي فقيره وعندها اطفال كتير، لكن مع الوقت تكتشف ان هي بتتخذ قرارات مؤذيه لاطفالها، وفي نفس الوقت الفيلم بيوريك ان هي نفسها ضحيه لبيئه وظروف قاسيه، وده اللي بيخلي الشخصيه مش مجرد شخصيه شريره، هي شخصيه شكلت نتيجه دائره طويله من الفقر والجهل والاهمال. اما الاب بالنسبه لي هو من اكتر الشخصيات اللي انا ما حبيتهاش في الفيلم، لانه بدل ما يحاول يكسر الدايره دي لا هو بيساهم في استمرارها، يعني بيخلي ولاده يشتغلوا ويمنع زين من التعليم وسحر دفع الثمن قراراته الغبيه، وهو نفسه ما تحملش المسؤوليه بالشكل المطلوب منه كأب. والفيلم برضه سأل سؤال مهم، هل مجرد انجابك للاطفال يجعلك اب ولا الابوه مسؤوليه؟ اما بقى زين فهو قلب الفيلم كله، طفل صغير ولكن الظروف اجبرته ان هو يتصرف كراجل بالغ، يشتغل ويحاول يوفر الاكل ويحمي اخواته ويحاول انقاذ اخته ويراعي طفل صغير وهو مش ابنه. رغم كل ده لسه كان عنده حلم بسيط ان هو يعيش حياه طبيعيه ويدرس ويكبر والناس كلها تحبه، ولكن الظروف ما كانتش مهيئه ليه انه يحصل كل ده. ومن اقوى حاجات الفيلم كان التصوير طول الوقت بيحسسك انك مش بتتفرج على فيلم، بل بالعكس كانك بتراقب ناس حقيقيين، الكاميرا قريبه من الشخصيات والاماكن الضيقه والاضاءه الطبيعيه، وكل ده بيخليك تحس انك جوه العالم اللي الفيلم بيحكي عنه. واستخدام الفلاش باك كان ممتاز، بيبدا وانت مش فاهم اي حاجه وعندك فضول، وبيخليك تتعاطف اول لما بتلاقي ان زين داخل السجن. ومن اهم الحاجات اللي الفيلم طرحها ان الفقر لوحده مش هو المشكله، في ناس فقيره جدا ولكنها بتحاول توفر لاولادها افضل حياه ممكنه، لكن المشكله لما الفقر يجتمع مع الجهل والاهمال وغياب المسؤوليه، ساعتها الطفل هو اللي بيدفع الثمن، وبتبقى مأساة بجد لو الطفل ده قرر ان هو يعمل نفس اللي حصل له مع اولاده. وبس كده، ده كان كل حاجه. سلام. يوتيوب بيقول لك الفيديو ده هيعجبك،